سياسه كبرى من سياسات الدوله، صعيب علينا باش نقيموه. غير واحد تسول انا عندي سيد الرئيس نحدد لنا واحد المشكل بسيط وسكوا عليه الفارق. انا جا واحد جوج الاخوان العربيين كيضربوا الجماعه باش نخلصوهم. واش حنا انا النهار اللي دخلنا لهنا هضرتوا بان كاين عبء كبير على العربيين من الميزانيه ديال الجماعه. انا ماشي ضد توظيف ولا ضد باش نحلوا دي بوست، ولكن واش حنا قادرين باش نتحملوا نخلصوا الناس ديالنا بعدا ما يلاقيوش لا. ولكن انا كنهضر على النقطه داخله في النقطه سيد الرئيس، حنا ما عندناش باش نزيدوا لا مشينا هذه الخطط العربيه والميزانيه للجماعه. لا غير شوف سيد الرئيس كيديروا الموقف علاش عاد الرفضه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السيد الرئيس، الزملاء والزميلات الاعضاء المحترمين، الحضور الكريم وسائل الاعلام. اولا انا بغيت نتكلم لان ما يمكنش في كل جلسه ما يتكلمش بعضو النسوي. انا بغيت نجسد داك مقاربه النوع، مع العلم اننا حنا الاعضاء النسويه على الرف من طرف المجلس. حنايا دائما المقاربه النوع اللي كينادي بها صاحب الجلاله واللي كتنادي بها الحكومه واللي كينادي بها التوجيه السياسي والاقتصادي، حنا على الرف. وما بغيتش تفهم لي هذه نقطه استفهام. هذه من جهه. ثانيا غير لتنوير الراي العام ونرد على الاخ سي محمد اللي من ميمونه، اننا حنا لسنا ضد اي مشروع يفيد الساكنه ديال المدينه نهار نكونوا في مركز القرار ونهار نتاخذوا بعين الاعتبار كاعضاء نسويه فاعله، فاحنا مستعدين اننا نفديو هذه المدينه والساكنه ديال هذه المدينه